عمرها صغير ما تعرف شلون تبكي على ابويا يا ابوي. 3 سنوات ما تعرف اليتم وويلاه. رقية آجركم الله كانت يتيمة الأم. بليلة العاشر الحسين قال يلا ليلة الوداع. الأمهات كل أم واقفة هم وليدها. الرباب ويا عبد الله الرضيع توادع. رملة ويا القاسم. عندها أم اللي تباوع إلى السيدة رقية. الحسين وصى زينب قال يا زينب عينك على هاي اليتيمة لأن ما عندها أم. تدري الطفل إذا يبكي أمه تلزمه، أمه الصبرة. بليلة العاشر رقية على الوسادة ما لقاها. بويا رقية على الوسادة ما لقوها. طلعوا بالخيم يتفقدوها يا ابويا. وين رقية؟ ليل وجالظلام الغاضرية وغدا الضجة بخيام الفاطمية. شنو اللي صار؟ بس لا تاهت وضاعت رقية. وقبل لا يلف باكر ضيعوها. وين لقوها؟ سمعوا صوتها وعبرت لحنها. تلولي ويحن عبد الله وحضنه يا ابوي. ليش تقول بلكن الرباب يدر لبنايا. لو ما يتحصل والشرب اخوه يا اخوي. جابها الحسين قال ابوي انت يتيمه، انت ما عندك ام اللي صبرك، انا الليله امك وابوك. قعدها بحضن الحسين. تخيل ببالك، خلي بالك يا ام زينب، خلي بالك يا ام زينب اللي اجت للحسين ومستحيه من الحسين ما جابت رقيه وياها. خلي بالك يا ام رقيه اللي ظلت بالشام وما اجت يم ابوها. خلي بالك يا ام الحسين اللي منتظر يرجعون اولاده. انتم اليوم من اجيتوا اولادكم هسه منتظرينكم ترجعون ويلاقونكم ويشمونكم. الا الحسين بابي وامي كان منتظر تجي رقيه ويسمع صوتها بس ما اجت رقيه. وويلاه بحضن حسين يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا. بحضن حسين وش محلى المحاكي. سوالف طفله ما تعرف بواكي. وعلى من يباوع ابوها. ابو السجاد عين على الدراج يا ابويا. الدراج يدري شلون رايح يسلبوها. عنده وصيه الها. شو يقول يا ابويا القوم خاف يعرفوني. عزيزة قلب ابوك ويضربوني. بويا تراه الصوت ما يرحم متونك وغصونك الترفه يذبلوها يا رقية. بعد سيدي شو توصيها؟ يقول ابويا لزمي ثوب زينب عمتك حال. ليش؟ بويا لزمي الثوب زينب عمتك حال. اخاف عليك يا ابويا يا ابويا يا ابويا.
لزمي ثوب زينب عمتك حيل، اخاف عليك بويا تدوسك الخيل يا ابويا يا ابويا. وبعد بويا وياخذك ويضيعك الليل وما تلقاك عمتك لوحده. كان مخليها بحضن الحسين بنيته ويسولف وياها وتسمع من عنده ومرتاحه. شالها الحسين خلاها بالقاع. قالت له ليش بابا تموت تقول الليل ليله الوداع وبس هالليله انا باقيه وياك، ليش خليتني بالتراب؟ ليش نور عيني؟ يقول بس بس هالليله بحضني يا بابا، والله بس هالليله آخر نوم هالليلة يا بابا يا بابا يا بابا بحضني وباكر بحضن التراب، فرقوا الوعد باخر خرابة يا رقية يا ابو. صار اللي صار على الحسين، دمعتك الليلة يا ابو علي مسجلة. تدري ليش؟ لأن عزيزته هاي حبيبته، وهو ينظر يباوع بعيونه هسه الحسين، لأن الإمام الصادق يقول إن الحسين ينظر إلى من بكى عليه، يباوع الحسين. وهي ذا نظر أن الحسين يباوع عنه، هو هذا الكمال، نظرة نستكمل بها الكرامة. يا أبا عبد الله أجركم الله. بيوم العاشر أباحوا الماء لليتيمات، جابوا الماء، هذا اللي شايل السقى بيده جاب الماء. ركضت رقية عليه، هسه انتم بناكم رقية ركضت عطشانة وراحت تشرب ماء. سأل من رحت رقية؟ ركضت رقية على السقا ونادت اجف يا سقاي. شربي انت مو عطشانة؟ بويا ركضت رقية على السقا ونادت اجف يا سقاي، لو تاخذ الماء وترد لا للربع تمشي وياي. ليش؟ قالت له اليوم ثالث والد عطشان يا حسين، والله اليوم ثالث والد عطشان ما شارب ماي يا ابويا يا ابو علي يا ابويا. انطاها ماي ما شربت الماي. 3 سنوات يديها ترفع نعمه. عندكم وليدات يحفظهم الحسين ان شاء الله. انطاها ماي سوت، اجت بجفوف ترفع وجايبه مي. تقول له ما تقعد يا ابويا وعينك علي، اقعد جبت لك ماي. اجت بجفوف ترفع وجايبه ميه، ما تقعد يا ابويا وعينك علي. ردد يا ابويا شربك ماي بيدي يا ابو، ردد يا ابويا شربك ماي بيدي. صار ما صار على رقيه، هاي الدمعه ان شاء الله اللي بها قضاء الحوائج. يا صاحب الزمان انت المعزى سيدي. بالشام رقية شافت أبوها بالمنام، بس شلون شوفه؟ فدوة دمعتك شلون شوفه؟ بالمنام خلاها أبوها بحضنه وهو وعدها، قالها ترى بالخرابة هناك الموعد. بس يباوح هالمرة الحسين يشوف الخدود صايرات سود وزرق. قالها بابا من ودعتك بليلة العاشر كان خدودك حلوات ترفات كل شي ما بيهن، شنو اللي صار رقية؟ قالت له بابا انت شفت بس الخدود، خلنا اراويك ثاني. من نذاني يا ابويا الكون يسجد، من نذاني وخولى بغير رحمه يا ابويا.
هاي صعبة. يا صاحب الزمان رقية تقول لابوها تراك حيل جرن، التراك حيل جرن من نذان غدا يجرن دمه ويضحك علي يا ابوي، ويل غدا يجرن دمه ويضحك فزت من النوم ركضت قامت تعدل بالدار، عم قوم خلنا نعدل دارنا، خاف على الغفله ويطوم خطارنا، خاف يجي العزيز، خاف يجي الابو. جرى ما جرى على رقية، يزيد اللعين سمع صوت بكاء، المن هذا البكاء؟ قالوا له يتيمة تبكي على أبوها، اليتيمة يسكتوها، اليتيمة يراضوها. يزيد اللعين جاب قال خذوا راس أبوها، أبويا جابه وشافه دوم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، بويا يا هلال عزنا بليلة العيد، عبدنا ويا ناس الموش جاوي. هسه جاية زينب، جاية عفوا جاية. شاعر يوصف يقول زينب من رجعت صعد على الناقة، تدري الأخت تشتاق لأخوه والأخو يشتاق لأخوه، وهو واقف فقد الأخوان. اي والله هو واقف فقد. صعد على الناقة من طلعت من الشام، تقلها مشينا قبل عجل ما اريد الراحة ها زينب قلبه على ابن ام انقطع، يا ناقة سباحة ارد اوصل واشبع بك ورد اشبع نياحة. اخوي هذا عزيزي، لكن يقول من وصلت الحسين زين العابدين قال هذاك ذا قبر الحسين، يقول قصرت خطواتها قام تمشي على كيف. ليش زينب؟ تقول رديت بجلادة من نشدني زين، رديت ولا طخت راسي ولي يا اخويا رديت انا بتال الضعن يا حسين. ليه زينب؟ انا بتالي الضعن يا حسين، رديت خجلتي ما جبت بيد رقية، ويلي خجلتي ما جبت بيدي رقية تجل دار الحسين. يا الله اكو يتيمة موجودة بالدار، فاطمة العليلة وين بالدار؟ فاطمة متاني أبوها يجي الحسين، وتشوف الأبو المفارقة أيام رجع عليه. دخلت زينب وسولفت لها المصيبة طويلة. يقول فاطمة سألتها قالت لها رقية وين؟ عمه وين رقية؟ قالت لها رقية ظلت بالشام، دفنتها بالشام. فاطمة راحت الحجرتها جابت فرد شغلة بيدها، يقول جابت ثوب صغير، تقول يا عمه شسولف لك يا عمه حال عايشته، جبت ثوب الرقية وبيد فصلته. ليش هذا؟ تقول حتى من تجي رقية من الشام من الغربة من السفر، اقول هاي هديتك اخويا زين بس فصلت الثوب. لا والله تقول انا من ليل هذا الثوب شابقته يا يما اللي يغيبه لا يطلعون الثياب يشمون الهدوم وتطفى نيران المصاب. بيت الدعاء
خادمك. شسولف لك يا عم حرايا يا العايشته، عما يمر صعب الليل على الفاقد عزيز، يمر الليل يا ابو علي يا ابو علي يا ابو، يمر الليل وانا النوم ما شفته، اما جيب الثوب الاخيته ويد فصلته يا عم. وحده من ارحامنا عندها ولد عزيز راح، والله بالليل ما تنام اذا ما تخلي القميص على وجهها وتنام، تقول اشوف اللي يغيب لا يطلعون الثياب، يشمون الهدوم يشمون الهدوم وتطفى نيران المصاب. ام البنين هم فاقده، ام البنين باب الحوائج، كل مجالس تختمها لام البنين. ام البنين هم جد تسال على رقيه، شلون مصيبه؟ زينب يوميه فاجعه، تقول اصعب مصيبه مرت علي بعد قتل الحسين هي مصيبه رقيه. ام البنين اجت تسال، تقول من عبي كان من عبي كان يا زينب انا ما انعزل مكان الكن البش الزلم راحت، انا ما انعزل مكان من عبي كان ولا ابو اليمه بدليل يا ابو علي يا يم. هذا السؤال اللي حير زينب، تقول يا زينب عبايه صغيره ماكو، وقد تنقلب عبايه صغيره ماكو من عبيكن يا زينب وين خليت رقيه يا رقيه يا زينب وين خلي يا ترقية. هدية للشهداء اللي ضحوا واللي بذلوا أنفسهم ودمائهم من أجلنا، ولو ما هم ودمائهم ما نوقف هاي الوقفة ولا نقعد هاي القعدة ولا نقرأ. هدية والدة تروح للمقبرة بيوم الأربعين، شباب حلو وبعد ما متزوج، نزلت بالمقبرة قالت ارد امشي له مشاية واسولف وياه، ببعيد شافت صورته الحلوة، تقول هنا يا المقبرة من عليك الحسين. هاي لحد يلومها، ترى شو تسوي لحد يلومها؟ هنا يا المقبرة من عليك العزين العزيز اللي بيج نايم عينك عليه يا هنا يا المقبرة من عليك الحسين العزيز اللي بيج نايم عينك عليه، ترى ما يحمل ثقل وترابك هواي كان بشيلت مننا مغطي. هنا يا المقبرة من عليك الحسين العزيز اللي بيج نايم عينك عليه، ترى ما يحمل ثقل وتراب جواي جانب شيلت منينا مغطي.
وبعد يا الوالدة تقول ثقيل بنومته وما يقعد بساعة. شلون انت قاعدين لونا؟ ثقيل بنومته وما يقعد بساعة، للول الولد لور التواعي. يا ابني يا ابني يا ابني من الوالدة من الوالدة يا عصيان يا ابني يا ابني